السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين، ودي قناة ان شاء الله. النهاردة هنعمل فرخة محشية في الكيس الحراري. هعمل التتبيلة: علبة زبادي، طحينة خام، عصير نص ليمونة، توم مفروم وخل وملح وسبع بهارات وفلفل اسود وجنزبيل بودر. هخلط كل المكونات دي وهبدأ اتبل بيهم فرخة. الفرخة كيلو 300 جرام. هبدأ ان انا اتبلها من الداخل والخارج وتحت الجلد، بالرغم ان هي متقطعة بس برضو هعملها واغطيها واحتفظ بها في التلاجة ان شاء الله. هنا تاني يوم بعمل بقى الرز اللي هو الحشوة: معلقة كبيرة من الزيت وكوباية من الشعرية. هبدأ ان انا احمرهم وارفعهم بره الحلة. هنا هبدأ اضيف تاني معلقة كبيرة من الزيت وبصلة متوسطة ونص كوباية من البسلة والجزر. هبدأ اخلطهم. بعد كده هضيف توم وسبع بهارات وبهارات فراخ وقرفة وفلفل اسود. كل المكونات دي هشوحها. طبعا البسلة والجزر كانوا متفرزين. بعد كده معلقة كبيرة من الصلصة الجاهزة وبرضو بقلب فيها لغاية ما تتشوح. معايا كوباية رز بسمتي مغسول ومتصفي، بس كان منقوع نص ساعة، يعني نقعته نص ساعة بعد كده صفيته. هنا ببدأ ان انا اشوح. بعد كده بضيف مية مغلية. انا معايا كوباية واحدة من الرز البسمتي، ضفت كوباية واحدة للرز وما كملتش مقدار الرز. هنا صفيت، خدت جزء والباقي زودته ميه والملح وسبته هنا عشان يستوي. هنا معايا الفرخه. هبدا ان انا احشيها من تحت الجلد وهحشيها من جوه، وبعد كده اقفلها واحطها في الكيس الحراري واقفل عليها واعمل فتحات في الكيس الحراري، فتحه واحده في الكيس الحراري وادخلها على الرف الاوسط درجه حراره عاليه نص ساعه. بعد كده بهدي عليها النار واسيبها لغايه ما تستوي. لما بتستوي بدهنها بمعلقه كبيره من الصلصه ومعلقه كبيره من الزيت وادخلها تحت الشوايه بتاخد الشكل ده. طبعا الوصفه انا شفتها في التلفزيون فعجبتني فنفذتها. وصفه جميله وممكن تتعمل الرز لوحده والفرخه لوحدها.